5 fun facts ما كنتش عارفهم في الكمبيوتر ساينس الجزء ال15. أول لعبة اتعملت في التاريخ ما كانتش معمولة بجيمر، كان معمولة بساينتست. اللي حصل إن واحد من الفيزيشنز اللي اسمه ويليام هيجن بوثام، ويا رب أكون نطقت الاسم صح، كان عايز يخلي الناس get entertained يعني، أو يخلي الناس مستمتعين أكتر في ساينس لاب واحد من المعامل، فعمل لهم اللعبة دي كان اسمها تنس فور تو. دايما بتلاقوا الناس بيتكلموا عن زمان لما حد يجي يتوقع توقع غريب ونلاقيه دلوقتي بقى موجود وينبهروا بيه، لكن العكس حصل بقى لما واحد من التشيرمان بتوع اي بي ام توقع ان في المستقبل هيكون محتاجين 5 كمبيوترز بس، لكن دلوقتي احنا عندنا 15 مليار جهاز عموما انكلودنج الكمبيوترز، فهو ده كان توقع خيش منه جامد يعني. اليو اس جفرمنت في 1969 عملت الاربانيت. الاربانيت ده كان بروجكت يخلي الكوميونيكيشن يكون موجود في النيوكليير وور او في الحرب النوويه، اللي هم كانوا بيتوقعوا حاجه زي كده في وقتها، لكن اللي حصل ان ده تطور وبقى الانترنت بتاعنا اللي احنا عارفينه دلوقتي، وهو ده اللي خلى الكوميونيكيشن دلوقتي اصلا موجوده بالشكل ده وبالسرعه وبالتطور اللي احنا شايفينه. اول درايف 1 جيجا كان وزنه حوالي 250 كيلو او 550 باوند، ده وزن كبير جدا وهائل جدا. دلوقتي ال1 تيرا فلاشه ممكن مثلا ما يتعداش 20 جرام ولا حاجه. في الثمانينات وفي وقت الحرب البارده ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي، السي اي اي بعتت للاتحاد السوفيتي في الوقت ده برينترز او طباعات، لكن كان فيهم باجز وفيروسز بيخلوهم يبعتوا انفورميشن باك او يرجعوا الانفورميشن تاني لامريكا، فكانوا بيتجسسوا بالشكل ده على الاتحاد السوفيتي. ودي واحده كانت من سمات عصر الحرب البارده ما بين امريكا والاتحاد السوفيتي.